السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين كل طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. معاكم أخوكم الكبير مستر محمد فتحي، والنهاردة مع درسنا الثاني تابع خواص التناسب. التناسب اتفقت معاكم إنه مفيش أسهل منه. الموضوع ده كان على ثالثة إعدادي. ادوني لحظة بس، لحظة واحدة بس كده. التناسب ده كان على ثالثه اعدادي، كان في الوحده الثانيه. درس تابع خواص التناسب هو اللي كان عليهم برضه في ثالثه اعدادي. طيب تمام. بيتكلم عن ايه؟ احنا اخذنا خواص التناسب. تابع خواص التناسب بيتكلم عن ايه؟ انا اقول لكم. قلنا المره اللي فاتت، تخيلوا معايا ان انا معايا 4/8 ومعايا 2/4. ايه علاقتهم ببعض؟ هتقولوا والله متناسبين ومتساويين، لأن 2/4 فيها النص، و4/8 برضو فيها النص. ده كلام سليم. تخيلوا بقى، جينا كده مع بعض. تخيلوا قلت أنا هاخد، ركز معايا في الجملة المهمة دي. ما هي دي أول خاصية اللي أنا هقوله دلوقتي. ده إيه؟ ملخص أول خاصية. إحنا متفقين إن 4/8 هي 2/4. الخاصية الأولى بقى بتقول لك إيه؟ احنا اتفقنا ان لو عندي مثلا ارقام زي 4 8 2 4 كنت بسمي للي فاكر الاول المتناسب، وده الثاني المتناسب، وده الثالث المتناسب، وده الرابع المتناسب. ماشي، اول متناسب، ثاني متناسب، ثالث متناسب، رابع متناسب. في شوية مسميات بقى جديدة برضو لسه نقعد نحفظ تاني. والله الموضوع سهل. احنا خلاص عرفنا أول تاني تالت متناسب رابع متناسب. هما الأرقام هكتبهم لك زي ما هما كده دلوقتي، بس إيه؟ بالطول. آدي 4 8 2 4. ولما كنت بقول لك 4 8 2 4 كنت بتقول لي الأول على التاني يساوي التالت على برافو. الأول 4، التاني 8 يساوي التالت على الرابع. هي شايف النسبة دي؟ 4/8 تساوي 2/4، 4/8 تساوي 2/4. بص بقى يا معلم، ده احنا كنت بختصر، كنت بقول ان 4/8 تساوي 2/4 خلاص. وده الأول المتناسب، الثاني المتناسب، الثالث المتناسب، والرابع المتناسب. بص بقى المسميات الجديدة. قال لك ده اسمه مقدم النسبة الأولى، وده مقدم، ده اسمه تالي النسبة الأولى، لأن هي نسبة أولى. هي دي النسبة الأولى. ده اسمه مقدم وده اسمه تالي. يبقى البسط اسمه مقدم والمقام اسمه تالي وليس تاني، لا تالي باللام. خلاص. طيب يبقى ده اللي هو ده البسط، قلت مقدم اهو. البسط مقدم والمقام تالي. بس دي النسبة الأولى ولا الثانية؟ لا، دي النسبة الثانية. يبقى ده مقدم النسبة الثانية، وده تالي النسبة الثانية. حلو خالص. يبقى مقدم تالي مقدم تالي، بس النسب بتختلف. دي الأولى ودول الثانية أهم، غير ما أعمل أي دوائر ولا أي كلام. طيب اتفقت معاك يا أستاذ يا محترم إن 4/8 تساوي 2/4. أهي 4/8 تساوي 2/4. النظرية أو الخاصية الأولى بقى من تابع خواص التناسب بتقول لك إيه بقى؟ مقدم على مقدم يساوي تالي على تالي. إيه الكلام ده؟ مقدم النسبة الأولى مقدم النسبة الثانية يساوي تالي النسبة الأولى على تالي النسبة الثانية. مش فاهم؟ أنا عارفك مش هتفهم. ما تفهمش بالعربي أنت، أنا عارفك أنت ذكي خالص بتفهم الرياضة. فين مقدم النسبة الأولى؟ هو ده. فين مقدم النسبة الثانية؟ هو ده. يا مستر أنت بتقول مقدم على مقدم يساوي تالي على تالي، إزاي؟ أهو والله. مقدم على مقدم يعني 4/2 يساوي تالي على تالي 8/4. مش مصدق؟ حلو. 4/2 فيها الاتنين، 8/4 فيها الاتنين. ايه ده؟ يعني لو انا عندي 4 نسب، ركز معايا، A و B و C و D، ده
اسمه اول متناسب، وده اسمه ثاني، هتقعد تعيدهم بقى معلش عشان تفهم، وده ثالث متناسب، وده رابع متناسب. وكنت برتبهم فوق بعض، A على B بتساوي C على D. وكنت بقول ان ده مقدم اول، مقدم اهو، مقدم ثاني، تالي اول، وده تالي ثاني. ماشي. وبعد كده الخاصيه بقى النظريه بتقول لك ايه؟ مش انت بتقول لي ان A على B تساوي C على D؟ لا، انا هقول لك A على C تساوي B على D، واثبتها لك بالارقام ومفيش اي مشكله اهو. فين 8 على 4، 4 على 2 هي 8 على 4. يبقى مقدم نسبة أولى على مقدم نسبة ثانية يساوي تالي نسبة أولى على تالي نسبة ثانية. أتمنى الموضوع يكون مفهوم وسهل جدا وبسيط. طب السؤال يجي لي إزاي؟ حاضر، بس اهدى ما تتسرعوش، اهدى ما تتسرعش. فين الملخص؟ بسرعة عشان ده متسرع. بسرعة. ادي مثال جميل خالص. فين راح فين اهو. طيب تعالى كده ركز معايا ازاي بنحل. فاكر الحصه اللي فاتت لما كنت بقول لك اكس على 2 تساوي واي على 3 تساوي، ما كانتش تساوي، كنت بقول لك ساويها بثابت كي. وكنت بقول على جنب كده اكس تساوي 2 في كي، اكس تساوي 2 في كي، واي تساوي 3 في كي، واي تساوي 3 في كي. فاكر الكلام ده؟ ركز بقى معايا وصلى على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. خد لي الثلاث نسب دول، 3 على اكس تساوي 4 على واي تساوي 5 على زد. يخرب بيت الدنيا يا مستر، ده هو اسمها 3 على اكس مش اكس على 3. ايوه ما انا عارف يا مستر، انت بتقول كلام وبتكتب كلام غيره. ايوه انا فاهم. افهم بقى معايا. 3 على 4، او تعالى بس عشان افهمك، 3 على اكس و4 على واي. تخيل ان انا قلت لك معايا 4 على 8 وقلت ان هما بتساوي 2 على 4. فعلا 4 على 8 بنص و2 على 4 بنص. هل ده لو جيت قلبت دول وجيت قلبت دول يطلعوا يساوي بعض؟ ما هو ده اصلا اللي انا عملته هنا. هنا كانت 3 على اكس تساوي 4 على واي تساوي على 5 على زد. قلبت الثلاث نسب، جبت دي فوق ودي تحت، جبت دي فوق ودي تحت، دي فوق ودي تحت. بدل ما 3 على اكس خليتها اكس على 3، 4 على واي، واي على 4، 5 على زد، زد على 5. هل الجلبه اللي انا عملتها دي صح؟ يا عمي انا ما بفهمش في الرموز، اديني ارقام وانا هفهم. حاضر. ادي 4 على 8 وادي 2 على 4. ما تيجي تجلب ده، ادي 4 على 8، بس جلبت ده يزعل يقول لي اجلب انت كمان، بدل 2 على 4 تبقى 4 على 2. هل الكلام ده صح؟ ايه ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ انا قلت اجلب ده يبقى بقت 8 على 4. ماشي. هل بقى كلامنا ده صح؟ اثبت. 4 على 2 فيها الاثنين، 8 على 4 فيها الاثنين. يا سلام. يعني انت لما جلبت النسب هي ايوه، بس بشرط لو جلبت عندك نسبتين، لو جلبت الاولى ما تسيبليش الثانيه. خلاص يا عم انا فهمت، لسه هتشرح ده كله؟ انا اسف زعق تاني وعلي صوتك. ماشي. الكلام ده كله بيساوي مين لو فاكر؟ خلاص بقى، خلاص. وكنت باجي كده في مسود على جنب، اكس تساوي 3 كي، اكس تساوي 3 كي، واي تساوي 4 كي، واي تساوي 4 كي. برضه نفس الحصه اللي فاتت قلبت معايا باكس. ماشي خلاص. كي ليه طيب؟ كي. زد تساوي 5 كي، زد تساوي 5 كي، 5 كي. وبعمل ايه بقى في اللك ده كله؟ ولا ليك اي 60 لازمه بالنسبه لي، امشي. وده خلاص ملوش اي 60 لازمه. ايه اللي انت عايزه؟ انا عايز الاثبات الجميل اللذيذ الطعم ده. ماشي. خلي بالك بيقول لك ان دول كميات موجبه. ماشي. جذر اهو، اكس تربيع، حوش اكس وحط مكانها. طب اكس ب 3 كي وعايز اكس تربيع، يبقى 3 كي الكل تربيع. التربيع ده ينزل على الثلاثه وينزل على الكي. 3 تربيع يعني 3 في 3 ب 9، كي تربيع تنزل. يبقى حطها لي بقى ايه
الزقها لي كده جوه الجذر. يبقى 3 كي تربيع بكام؟ ب 9 كي تربيع اهي. 9 كي تربيع زائد تنزل واي تربيع، واي ب 4 كي، يبقى كلها تربيع. ال4 تربيع 16، الكي تربيع تنزل اهي، يبقى زائد 16 كي تربيع. ماشي. امسح بقى الرغي ده كله ده مسوده، انت عاملها على جنب. ماشي. بعد كده انجز. حاضر. ماشي. زعق تاني. ادي الجذر. 9 كي تربيع زائد 16 كي تربيع. 9 كيلو تفاح و16 كيلو تفاح. حط 16 في مخك و9 على ايدك. 16 17 18 19 20 1 22 23 23 24 25. يبقى 25 كيلو تفاح اللي هي كي تربيع. خلاص. اتمنى الموضوع يكون سهل. عيب ده انت كبير مش صغير. مستر اي حاجه تربيع تحت الجذر بتطلع اهي، يبقى التربيع ده بيطلع بره الجذر الكي. يتفضل عندك جذر 25 وجذر 25 ب5، بس المفروض دي موجب او سالب 5 كي، بس هو قال لك ان دول كميات موجبه، يبقى تاخد القيمه الموجبه فقط. يوه ده كلام كبير. اخرس. اكس تربيع مش هتكلم تاني. اكس تربيع اللي هي 3 كي تربيع اللي هي 9 كي تربيع اهي. واي تربيع 4 تربيع في كي تربيع، يعني 4 تربيع 16 كي تربيع اهي. جمعتهم طلعوا 25 كي تربيع. جذرها موجب وسالب 5 كي. انها كميات موجبه يبقى انا خدت الموجب بس. يا سلام يا سلام. وبعد كده 5 كي ده مين؟ ده الطرف الايسر اللي هو ده. اثبت بقى ان هو بيساوي الطرف الايمن. ادي المصيبه. طب الطرف الايسر طلع بكام؟ ب5 كي. نمسح بقى العك ده كله كده عشان معناش مساحه ننزل تحت. تعالى بقى حل الطرف الايسر. 2 تنزل زي ما هي، شيل الاكس حط مكانها 3 كي اهي، زائد اهي الواي ب 4 كي، ناقص اهي الزد 5 كي. حاضر. اجمع بقى ايه في مخك. 2 في 3 ب 6 كي زائد 4 كي اهي، ناقص 5 كي. 6 و4 6 في مخك و4 ايه؟ 6 7 8 9 10، يبقى 10 كي. 10 كي اهي ناقص 5 كي. 10 ناقص 5 يدي لك 5 كي. يا سلام. ده الطرف الايمن طلع ب 5 كي والطرف الايسر بطلع ب 5 كي. بما ان الطرفين متساويين اذا الكلام بيساوي الكلام. حل المساله دي شغل دماغك. تعكس اكس تساوي 1 كي. هحل لك نصها هنا عشان اعرفك ايه ذكي خالص، انت ما بتحبش تحل المسائل السهله دي. هتقلب بقى تبقى 1 على اكس تساوي واي على 2 تساوي زد على 3. كل ده بيساوي مين؟ كي. واحد يقول لي انا اسمي ماجد، احط ام بس كده. حاضر. لحظه بس يا استاذ ماجد، انا اسف. هي اسمها اكس على 1. خلاص. اجي على جنب. اكس تساوي 1 في كي اللي هي كي، وواي تساوي 2 كي، زد تساوي 3 كي. خلاص. حوش كل اكس حط مكانها، حوش كل واي حط مكانها، والعب بقى ايه. وهات قيمه دي هتطلع مثلا ب 6 على 5، اي رقم بقى يطلع عندك ايه. شوف هتطلع بكام واكتب لي الحل بتاعتها في الكومنتات. خاصيه 2، خاصيه تبديل الوسطين. يعني الشغلانه اللي مش مخلص النهارده. يقول لك ايه بقى؟ ايه على بي سي على، انت ممكن تجيب البي مكان السي. يا سلام يا سلام. طب ما ده اللي انا لسه شارحه والله يا ابني ده اللي انا لسه شارحه. يا مستر انا مش فاهم بالارقام، انا بفهم. انا مش فاهم بالرموز، انا بفهم بالارقام. حاضر. 8 على 4 هي نفس الرقمين مش هسيبهم، بتساوي 4 على 2. مش فاهم برضه، مش فاهم. هو بيقول ايه في الخاصيه دي؟ انا شايفه ان هو بالرموز بيقول لك ايه على بي تساوي سي على دي. ممكن تجيب البي مكان السي تبقى ايه. هات السي هنا بقت ايه على سي تساوي ودي البي فوق هنا بقت بي على دي. هل الكلام ده صح؟ تعال نشوف. هات الاربعه مكان الاربعه. هي يهبل. طب ما تيجي اصعب لك الامور. هل لو جبت دي مكان دي تنفع؟ والله. تعال نشوف. هات الاثنين مكان الثمانيه، يبقى الاثنين جت هنا بقت 2 على مين؟ على الاربعه تساوي. هات الثمانيه هنا بقت 4 على 8. 4 على 8. هل الكلام ده صح؟ 2 على 4 فيها النص، 4 على 8 فيها برضه النص. يبقى انت عندك في الرياضه عامله زي ايه؟ الشباك.
جيب دي فوق دي تحت دي يمين دي شمال، ربنا يكرمك ان شاء الله وتحل. على فكره والله الموضوع سهل جدا بجد جدا، يعني سهل جدا كمان. طيب كل نسبه تساوي نص، لو جبت دي مكان دي او دي مكان دي، اي شخبطيطه في اللخبطيطه هتحصل معاك الدنيا وهتظبط الكلام. اهو ده اللي احنا شرحناه من اول امبارح اهو. يلا يا عم خلاص كبر دماغك. ماشي هنحل المثال الجميل ده، شوف بيقول ايه. ايه ده ايه ده، يا سلام يا سلام، ده جايب لي نقطتين ونقطتين يا اهبل. ما انا قلت لك كلمه على تتكتب باربع طرق، يا اما كلمه على بالعربي، يا اما على بالمنظر ده، يا اما شرطه كسر فوق على تحت، يا اما نقطتين فوق بعض، نقطه نقطه. اربع طرق عندك، لو عندك طريقه خمسه بقول لي تتكتب ازاي. طيب يبقى انا ممكن بدل ما ايه نقطتين على بي، ما انا عايز اسهل على نفسي، اهي اهي بس كده اهي. يا مستر يا سلام يا سلام. وكنت بتقول لي ان ممكن اقول ايه على 3 اهي تساوي بي على 5 اهي. يا سلام، كل ده ممكن اقول عليه بيساوي ثابت. يا سلام يا سلام. ايه اللي انت عايزه؟ انت عايز قيمه دي 20 ايه ناقص 7 بي الى تبقى على، او ممكن اقول عليها الى 15 A زائد B. انت عايز مين؟ انا اصلا في مسودة على جنب ال A بتساوي 3K، A تساوي 3K، ايه كمان؟ B تساوي 5K، B تساوي 5K. ماشي سهل. حوش كل A وحط مكانها 3K. خلاص بقى امسح العك ده بقى، مش عايزه انا بقى خلاص. طيب A تساوي كام؟ ال 20 دي تنزل زي ما هي. اهي تعال نحل في الحته اللي الجميله دي. ال 20 تنزل زي ما هي، شيل الاي وحط مكانها 3 كي، حاضر. ناقص تنزل اهي، السبعه تنزل اهي، البي شيل البي وحط مكانها 5 كي، حاضر. شد شرطه كسر، حاضر. ال 15 تنزل زي ما هي، حوش الاي حط مكانها 3 كي زائد تنزل، شيل البي حط مكانها 5 كي، حاضر. 20 في 3 انا 20 و20 و20 تدي لك 60، حاضر. والكي تنزل، حاضر. ناقص 5 في 7 الخمسه 7 مرات 35، حاضر. والكي تنزل، حاضر. 15 في 3 ب 45 كي، حاضر. زائد 5 كي، عظيم يا رب، حاضر. 60 ناقص 35 25 كي، حاضر. مسهل الحال يا رب. بعد كده 45 زائد 5 50 كي. الكي تقول لاختها الكي باي باي اشوفك في الاحلام، تقول مع السلامه. تمسك اللعبه بتاعتك تقول لها 25 على 50 تقول لك بتساوي نص. شكرا 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 شكرا. خلاص بقى حل انت بقى دي. هتقول لي ايه؟ اكس على 2 تساوي واي على 3، اكس على 2 تساوي واي على 3. على جنب في مسودة كل ده بيساوي ثابت. اكس تساوي 2 في الثابت، واي تساوي 3 في الثابت. حل بقى، حوش كل اكس وحط مكانها، حوش كل، اكتب لي الاجابه في الكومنتات. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب، مش فاهم يا رب. خاصيه 3 يا رب، شكلها صعب ولا اي كلام فاضي. انا عايز بس اخد المثال ده بس، سيبك منه ماشي. خلي بالك هو ده اهم مثال، يعني مش عايزين بس خلاص. خلص الدرس خلص الدرس، ما تجيبليش تاني بس خلاص. حل معاكم شويه امثله عشان ايه تقريبا التليفون هيفصل. لحظه كده شوفوا. ها كام في المية؟ لا ده لسه 15%. تعال ناخد مثال زي ده. 3 على 5 6 على 10 تساوي 9 على 15. ماشي 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 ماشي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تاخدوا الملخص عشان ما نلفش وندور على بعض. فبقت الجزئية دي كانت بتعقد طلب التالتة إعدادي، بس هتفهمها انت. تخيل مع ان انا جيت قلت لك 9 ناقص 6 تقول لي كام؟ 3. طب 15 ناقص 10 5. دي هي دي والله. والله. لا 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 مش فاهم مش فاهم. انا عارفك غبي تقعد تقول مش فاهم طول الحصة. ماشي. اقول لك ايه بس، اروح فين بس؟ تخيل معانا قلت لك 9 ناقص 3 6، 15 ناقص 5 10. دي هي دي.
برضو لا 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 لا, لا مش مصدق. انا فهمت بس الصراحه مش مصدق. يبقى انت الطرح انت كده فهمت بس مش مصدق. طب تعالى نجمع. لو قلت لك 3 زائد 9 تقول 3 زائد 6 تقول لي 9. طب 5 و10 15. طب ما دي هي دي. لا هو انا كده الصراحه ابتديت افهم واقتنع. بس فهمني انت عايز توصل لايه وانا كده هفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل ان انا قلت لك 4 على 8 نفس ال 4 على 8 تساوي 4 على استنى تاني تساوي 2 على 4 تساوي 1 على 2. مالهم برضو دول؟ مش فاهم. سيبك من 4 على 8 دي خليها 3 على 6. خلاص مش 1 على 2 بنص و4 على 2 بنص و3 على 6 بنص. والله. طب اجمع معايا 1 زائد 2 3 على 2 زائد 4 6. هي دي ماشي. تاني خلاص بقى مش هقعد بقى ارسم وامسح بقى. خلاص انت كبرت. 3 ناقص 2 ب1. 6 ناقص 4 ب2. 1 زائد 3 4. 2 زائد 6 8. يعني ممكن اصلا تطلع لك نسبه ثانيه اللي هي 4 على 8. 3 و4 7. 6 و8 14. كل ده بيساوي بعض. يبقى اللي انا عايزك تفهمه ان النسب دي متناسبه مع بعض. النسب متناسبه؟ انت جبت التاهي كده. النسب متناسبه. تعالى بس اشرح لك مثال افهمك القصه رايحه فين وجايه منين. ده ليه جايب الامثله السهله دي؟ انا عايز امثله صعبه. ايه السهل ده؟ ماشي تعالى نشوف ايه موضوع اخطر الاجابه الخاطئه دي. ليه ده كل ده؟ تاني بس خلاص. بص بقى هنا ولا تسيبها هنا ولا معلش نرجع هنا ولا خلاص نسويها. ماشي ركز. بيقول لك الموضوع محتاج تكبير اكتر. تكبير الصوره وتكبير الله اكبر يعني. انطق الشهاده وركز بقى معايا. بص يا سيدي بيقول لك اذا كانت A على B تساوي C على D تساوي E على F تساوي 3/4 فما قيمه A زائد 3 C زائد 2 E. بص بقى A اهي زي ما هي. ادي A اهي ماشي. هيجمع معاها 3 C مش C. لا هيضرب السي في 3 يبقى تضرب الدي في 3 يبقى زائد 3 سي. حلو. زائد هيضرب الاي في 2. دي في 2 ودي في 2 ودي برضو طالما لسه مالناش دعوه بيها. الكلام ده زائد 2 اي على ركز بي اهي. او اجمع بقى المقامات. 8 بي زائد 3 دي زائد 2 اف. ماشي. افهمك بقى حاجه. المفروض ده كله بيساوي 3/4. ماشي. برضه فين الاكشن؟ لسه ما شفتش الاكشن اللي حصل. اي نسبه لو ضفت على اللي فوق او ضفت على اللي تحت بنفس النسبه هتطلع زي ما هي 3/4. لا مش فاهم. برضه تقعد تقول لي مش فاهم. دي نفس اللي انا لسه بشرحها من شويه. عندك مثلا في الاخر هتطلع بنص زي 4 على 8 تساوي 2 على 4. جمعت 4 و2 6. 8 و4 12. 6 على 12 برضه فيها الكام؟ النص. طب ودول اصلا من الاول كان فيهم الكام؟ النص. يبقى الناتج كله 3 على 4. خلاص. اللي بعديه الاكس زائد 2 واي على ال. يبقى شاف الاكس دي هيسيبها زي ما هي والواي ضربها في 2 يبقى تضرب ايه؟ اللي 3 في 2 بالمنظر ده. اكس زائد 2 واي اهي. اجمع بقى 5 زائد 2 في 3 يعني 6. 5 و6 11. يبقى في المقام المفروض يبقى عندك 11. هنا نفس الكلام. ايه سابها زي ما هي. ضرب البي في ربع يبقى تضرب ال8 في ربع او تقسمها على 4. اجمع بقى 2 زائد 8 على 4 اللي هي 2. يبقى 2 زائد 2 يبقى بتساوي 4. فين اللي بعدها؟ ننجز في القصه دي. عايزين نخلص. التليفون شغال. اتمنى تكون فاهم. تاني A على 3 تساوي B على M. ماشي. A ضربها في 2 يبقى تضرب ال3 في 2 بقت 6. ماشي. B ضربها في 3 يبقى تضرب M في 3. جمع البسط يبقى المفروض جمع المقامات يساوي 21. ازاي؟ ما عندك 6 زائد 3M تساوي كام؟ 21. هو عايز قيمه الM. ودي الموجب 6 الناحيه الثانيه بناقص 6 وامسحها من هنا. ماشي.
21 ناقص 6 15. امسحها من هنا واحط مكانها 15 اهي. اقسم على 3 واقسم على 3 يبقى ام تساوي 15 على 3 فيها الكام؟ الخمسة. طيب تعالى ناخد ايه، نشوف مثال كده من الامثله لعيار الثقيل ونختم. ده اخر مثال ان شاء الله في الحصه. ده اصعب واثقل وارخم والعن مثال. سم الله واجهز عشان هنغطس جوه المثال. ده اخر مثال عندنا، ركز بقى معايا. حل ازاي ده؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ركز بقى معايا. هو عايز يثبت ان دول بتساوي دول. حلو. عايز يجمع 2 اكس زائد واي. ماشي، يعني يجمع اللي فيهم اكسات واي مع بعض، بس اكس هيضربها في 2 يبقى يضرب دي في 2 ويضرب دي برضه في 2 يبقى 2 اكس ويجمع معاها واي بس، يبقى 2 اكس زائد واي اهي. جمع دي مع دي. يجمع بقى المقامات مع بعض. 2 في 2 ايه؟ ب 4 ايه زائد 2 في بي ب 2 بي. ماشي. بعد كده في عندك كمان 2 بي اهي، يبقى زائد 2 بي كمان ناقص سي. ماشي. اللي فوق سيبهم زي ما هم، مفيش حاجه مشتركه غير دول 2 بي و2 بي 4 بي، يبقى 4 بي ناقص سي اهي. 4 يبقى دي زائد 4 بي ناقص سي اهي. يبقى 4 ايه زائد 4 بي ناقص سي. دي فعلا الاولى. يعني انا لما جمعت 2 اكس زائد واي طلع في المقام 4 ايه زائد 4 بي ناقص سي اهي. 4 ايه زائد 4 بي ناقص سي. خلاص فهمت؟ فهمت. اتمنى اخلص قبل ما التليفون يفصل. هل بقى دي بتساوي النسبه الثانيه؟ ايه النسبه الثانيه؟ قال لي انا ضربت اكس في 2 ادي 2 واضرب دي في 2 واضرب دي في 2. تعال نحسبها الاول. يبقى 2 اكس ولا قبل ما نعمل، وضرب الواي في 2 2 2 2. امسح ده، عايز امسح دي بسرعه. ماشي. يبقى ضرب الاكس في 2 يبقى اضرب المقامات كلها في 2، ضرب الواي في 2 اضرب المقامات وساب الزت زي ما هي. يبقى 2 اكس زائد 2 واي زائد زت على، اجمع بقى 2 في 2 ايه ب 4 ايه، 2 في بي بموجب 2 بي، وعندك 2 في 2 بي برضه يبقى موجب 2 بي، 2 في سالب سي بسالب 2 سي. اجمع بقى هنا زائد 2 سي كمان اهو ناقص ايه. حاضر. ركز معايا بقى. 4 ايه وعندك 2 بي و2 بي وشويه كلام. 4 ايه ناقص ايه اهي. دي انها سالب ايه ودي 4 ايه. مبدئيا البسط هينزل زي ما هو 2 اكس زائد 2 واي زائد زد اسف على 4 ايه ناقص ايه يبقى ب 3 ايه. 2 بي و2 بي 4 بي ناقص 2 سي وزائد 2 سي راحوا مع بعض. يبقى هنا طلع 6 في 2 بي كمان في 2 بي كمان. ما هو 2 في 2 بي ب 4 بي اسف. يبقى هنا 4 بي. يبقى بدل دي خليها 4 بي. يبقى زائد 4 بي اللي هي دي. 2 في بي ب 2 بي و2 في 2 بي ب 4 بي. خلاص. يبقى 2 بي و4 بي يبقى المفروض دي تبقى 6 بي اهي. 6 بي. طلعت فعلا النسبه دي هي النسبه دي. بما ان احدى النسب يساوي احدى النسب يبقى النسبتين فعلا متساويين. ده كان شرح درس النهارده، الدرس اللي هو الثاني تابع خواص التناسب. فاضل لنا درس واحد بس ونمتحن على الوحده، واهو المنهج ابتدى يمشي معانا. اشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساش تشترك في القناه وتشير الفيديو مع زمايلك لو فهمت. ما تنساش تدعي لنا دعوتين كده من القلب. اشوفك على خير ان شاء الله. ربنا يوفقكم. السلام عليكم.